السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم بسبوسه ديروها بعينيكم مغمضين لضيافكم. كتجي بنينه وفي نفس الوقت داك المذاق دخيزو والكركاجه مواتي. كيعطي واحد لوغو بنين. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. هي كتجي على هذا الشكل كما شفتوا، وكتجي بنينه. راه باقا سخونه، انا قطعتها غير باش نوريها لكم. شفتوا كي كتجي. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ندوزو للطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات ديال البسبوسه ديالنا هما هادو. بسم الله. عندي هنا 2 بيضات، ممكن ديروا حتى 3. عندي نص كاس سنيده حيت باقي غادي نسقيوها. عندي كاس ناقص 7 من الزيت، كاس د الحليب. عندي هنا كاس ديال العنبه مع مرش ديال الكركاع مطحون. عندي هنا خيزو كاس حتى هو مطحون. عندي الكوك 4 كاس. عندي كاسونس د السميده رقيقه ديال البسبوسه او الحرشه. عندي هنا ازازه الزهر. بالنسبه للخماره عندي 2 خمارات حمرين. قبيصه د الملح. هنا عندي السيرو باش غنسقي البسبوسه من بعد ما طيب. بالنسبه للسيرو باش غادي نصاوبوه باش غنسقيو البسبوسه من بعد ما غتخرج من الفران، غادي نحتاجو كاس السكر سنيده عامر العنبه مع كاس ونص ديال الماء مع الحامض مقطع طرونش واحد شويه، ونديريهم يغلاو. من بعد كنحيدوه حتى يبرد. ندوزو للطريقه. غنجيب هذا البول فاش غنحرك الخليط. غادي ندير 2 بيضات. بسم الله. قبيصه د الملح راني درتها. غنزيد عليها نص كاس سكر سنيده. غنزيد ازا زهر وبدكه البرتقال. غادي نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا وحتى تذوب ليا السنيده مع البيض. عاد نزيد الحليب والزيت. وهنا غنبدا نزيدو السميده كاسونس مع 2 خمارات. نزيدو خميره غنخلطوهم. بالنسبه للمول كيبقى اختياري. هنا دهنتو بشويه ديال الزيت، رشيت عليه شويه د الكوك والسميده. غادي نخوي فيه الخليط وغندخل الفران المسخن من قبل. هذا هو الخليط. من بعد ما خويته في المول غنخشي في الفران حتى يطيب. كل واحد تيعرف فرانو على حسب الحراره ديالو. نتلاقاو من بعد ما طيب. هذه هي البسبوسه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران وهي سخونه. غادي نسقيها. بسم الله. بعد ما غنسقيها غنرش عليها الكوك. هنا بعد ما رشيتها بالكوك غادي نخليها تبرد شويه وعاد غادي نقسمها. التزيين كما قلت لكم تيبقى على حسب الاختيار. نتمنى تجربوها. هذه البسبوسه ديالنا من بعد ما قطعتها واخا باقا سخونه راه كتجي على هذا الشكل. كتجي قطرصه وكتجي بصراحه بنينه. مذاق ديال الخيزو مع الكركاع جمواتي عطى المذاق بنين وزوين. نتمنى تجربوها.